بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الكلمة موضوعها كما سمعتم مراتب طلب العلم، والذي كان سببا في اختيار هذا الموضوع ما أشهده عند كثير من المقبلين على طلب العلم من الحيرة فيما يقدمون وما يؤخرون، وأحيانا قد يقدمون ما ينبغي تأخيره ويهملون ما يجب تقديمه، ولا يميزون بين ما يطلبون ولا يعرفون أي المراتب يقصدون. فلهذا كنت أردت أن أحدثكم ببعض ما يعين لي في هذا الباب. أنتم تعرفون فضل طلب العلم وفضل أهله. قال ابن القيم رحمه الله: العلم تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر ولذة الأرواح ودليل المتحيرين وأنس المستوحشين، وهو الميزان الحاكم على الأقوال والأفعال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. انتهى كلام ابن القيم. يكفي في شرف العلم وشرف أهله ما ذكره ربنا سبحانه في القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. استشهد الله تعالى على وحدانيته نفسه وملائكته وأهل العلم، وهذا تشريف لهم أي تشريف. وقال ربنا سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا وإن كان على صيغة سؤال إنما هو سؤال استنكاري، هل لا يتصور أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ربنا سبحانه: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ففهمها وقدر عليها من أوتي علما من الكتاب. قال ربنا سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يكفي في شرف العلم وأهله ما ورد فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فضل العالم على الناس كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، إلى آخر الأحاديث الواردة في ذلك. بل إن الله سبحانه لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال ربنا سبحانه: وقل رب زدني علما. هذا يبين لكم، هذه توقفكم على شرف العلم وشرف أهله، وأنه أشرف مطلوب. ولما كان العلم أشرف مطلوب كانت نفوس الناس تشرئب إليه وتتطلع إليه، وكل يريد أن يكون منه بسبب. ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان أن العلم مراتب، ولكي لا نفرع الكلام ونكثر فيه السبل، أقول لكم إن العلم مرتبتان كبريان:
مرتبة العلم الواجب العيني ومرتبة العلم الواجب الكفائي. أما المرتبة الأولى أعني مرتبة العلم الواجب العيني فهذه لا بد لكل مكلف منها، لا يستثنى من ذلك أحد إطلاقا. كل من جرى عليه التكليف وجب عليه أن يحصل هذه المرتبة، وهذه المرتبة هي ما يجب على كل مكلف من توحيد ربه والعلم بما يجب عليه من أحوال عبادته. كل مكلف يجب عليه الصلاة، فيجب عليه أن يعلم ما تستقيم به صلاته من قراءة القرآن ومن طهارة ومن مستتبعات ذلك. كل مكلف يجب عليه الصيام، فيجب عليه أن يعرف أحكام الصيام التي تلزمه. كل مكلف المكلف الذي يجب عليه الحج يجب أن يتعلم أحكامه. المكلف التاجر الذي له أموال فيها زكاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. النساء يجب عليهن أن يتعلمن أحكام الحيض ومستتبعاته. هذا مما لا يخلو منه أحد، ومن ذلك حفظ الفاتحة وسورة من القرآن، لأن هذا ما لا تتم صلاته إلا به. وحنا عندما نقول حفظ الفاتحة ندخل في ذلك تجويدها. أنتم تعلمون أن الفقهاء، جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يقرأ الفاتحة وهو قادر على قراءتها فصلاته باطلة. لكن الذي قد لا يعلمه كثير منكم أن من لم يقرأ الفاتحة قراءة عربية سليمة، هذا قد يجد من الفقهاء من يقول له إنك تقرأ الفاتحة قراءة ملحونة، وإذا قرأتها قراءة ملحونة بطلت صلاتك. وما اللحن عندهم؟ أنتم تعرفون أن أهل التجويد يقسمون اللحن الغلط إلى لحن جلي ظاهر ولحن خفي، ولهم في ذلك يعني تفصيل. هل اللحن الجلي هو الذي يغير معاني القرآن؟ أنا أدركت بعض العلماء ممن يرى أن كل نطق على خلاف السنن العربي هو لحن جلي. ما معنى؟ يعني إذا قلت من بعد هذا لحن جلي، لأن العرب لا تقول من بعد وإنما تقول من بعد، فتقلب النون ميما عند الباء، هذا لحن جلي. فإذا يدخل في ذلك تعلم. أنتم تسمعون قول ابن الجزري: وبعد فالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هذا الواجب العيني الذي لا يمكن أن يتخلف عنه أحد. المرتبة الثانية هي مرتبة طلب العلم الواجب الكفائي، الذي هو فرض كفاية على الأمة. يعني إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الباقين، سقط وجوه عن الباقين. وهذا طبعا يدخل فيه تعلم علوم الشريعة من فقه وأصول وتفسير ونحو وصرف وبلاغة إلى آخر العلوم المعروفة ومنطق إلى آخره. وأول هذه المراتب هي حفظ القرآن العظيم. هذا القسم هو الذي يميز طالب العلم. لماذا يميزه؟ لأنه شاق. أكثر الناس كانوا يقفون عند المرتبة الأولى، ما يجب عليهم وما تستقيم به عبادتهم لربهم وكفى. مع أن الآن هذه المرتبة لا يقوم الناس بها، وهذا من العظائم. أنا أذكر مرة وأنا في الطائرة إلى بيت الله الحرام، واحد موسم الحج، واحد بجانبي رآني فبدأ يسألني، فقال لي: إذا وصلت إلى مكة ماذا أفعل؟ قلت له: أنت وماذا ذاهب وتصنع في مكة؟ قال: ذاهب لأحج. قلت له: الآن تسأل في الطائرة تسأل. هذا يدلكم على أن هذه المرتبة صار كثير من الناس يهملها. فأقول لكم هذه المرتبة، مرتبة العلم الكفاية، هذه هي التي تميز طالب العلم، تميز طالب العلم الجاد. لماذا؟ لأن فيها مشقة.
قال المتنبي رحمة الله عليه: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة، الآن كل الناس يريد أن يكون سيدا، أن يسود في قومه، ولكن السؤد هذا شيء شاق. يقول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، كل الناس يصير سيدا، ولكن ما الذي يصيرك سيدا؟ الجود فتكون كريما، أو الشجاعة فتكون أو الإقدام في الوغى فتكون شجاعا، ولكن الجود يفقر والإقدام قتال. هذه المرتبة هي التي أخصها بالكلام في هذه المحاضرة. ينبغي أن يفهم طالب هذه المرتبة أن العلم يحتاج تدرجا. روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به قال: وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، اقصدوا قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا هو المقصود بالتدرج في طلب العلم. وقد روى ابن عبد البر عن يونس بن يزيد قال لي ابن شهاب الزهري: يا يونس، لا تغالب العلم، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء اليسير مع الليالي والأيام. هذا الذي يريد أن يتدرج وفهم أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا. ما الشيء الأول من أشياء العلم الذي يجب أن يؤخذ؟ القرآن العظيم. كل طالب لم يبدأ طلبه بالقرآن العظيم هذا أسمي أنا توهم طلب وليس بطلب. وأنا أقول توهم طلب. أنتم تعرفون أن الأصوليين عندهم إدراك المعلومات عندهم على مراتب. عندهم العلم هذا هو يعرفونه بأنه الإدراك الجازم المطابق. هذا مثلا هذه عود، هذا خشب، أنا أعلم أن هذا خشب، إذا كان هذا خشبا حقا فهذا علم، لأنه إدراك جازم لا أشك فيه ومطابق للمدرك. هذه المرتبة العليا. يتلوها الظن، يتلو الظن الشك، ويتلو الشك الوهم. الوهم هو أدنى مراتب الإدراك. فلذلك أنا أقول هذا يتوهم أن يطلب. كل طالب لم يبدأ طريقه من القرآن العظيم فهو طالب مخذول. الأصوليون يقولون المجتهد من هو المفتي؟ المفتي هو المجتهد. من هو المجتهد؟ قال قائلهم: الشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد، وكل ما له من القواعد مع ما له من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبت إلى آخر شروط المجتهد. لكن انتبهوا يا ما قال: الشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن. من قالوا المجتهد يكفي أن يعرف آية الأحكام، لأنه هي التي مظن الاجتهاد. هو لا يشترط أن يحفظها، إنما يشترط أن يعرف مظانها وموضعها. هذا الكلام تجدونه في كتب الأصول، لكن هو كلام في الكتب فقط، ولم يبرز إلى الكون، لم يبرز إلى الخارج، لم يكن في الوجود. لا تجدون قط مجتهدا عقدت حوله الخناصر وتدين الناس بأقواله ولم يكن حافظا للقرآن العظيم. ابن عبد البر
يقول أول مراتب العلم، أول ما ينبغي أن يقدمه الطالب هو حفظ القرآن العظيم، حفظ القرآن العظيم. ثم يقول: ولا أقول إن ذلك شرط، ولكنه فرض واجب على كل من أراد أن يكون فقيها عالما وينصب نفسه للناس. تريد أن تكون فقيها عالما تنصب نفسك للناس، يسألونك ويكون قولك معتبرا عندهم متدينا به، تبدأ حفظ القرآن. ومثل ذلك قال الخطيب البغدادي أيضا، وقال: أنا ذكرت أمس لبعض إخوانكم أن المغاربة كانوا قوما يعتنون عناية شديدة بالقرآن العظيم، ليس مثلها، لا يشبه اهتمامهم اهتمام. لكن هذا القول قد أقوله فيقال لي: أنت مغربي، يعني طبيعي أن تذكر مآثر قومك ومفاخرهم. فأقول لكم: أنا لا أذكرها، إنما أنا أحكي قول غير المغاربة. صديق حسن خان هذا كثير منكم يعرفه، صاحب شرح صاحب الروضة الندية، كتاب يقبل عليه الناس في التفقه. هو له كتب كثيرة جدا، منها رسالة صغيرة اسمها أبجد العلوم. هذه الرسالة رسالة مطبوعة يذكر فيها أحوال المسلمين في الأمصار، في المشرق وفي الأندلس وفي المغرب وفي الهند وفي كذا، عن أخذهم بالقرآن، عن طرق تعلم القرآن في تلك الأمصار. ثم ذكر أهل المغرب فقال: وأما أهل المغرب فكانوا يأخذون الولدان بالتعلم في القرآن، لا يخلطون مع القرآن شيئا، لا فقها ولا حديثا ولا شعرا ولا عربي ولا أي شيء إلا القرآن، ويأخذون الطالب بذلك حتى يبلغ حد الشبيبة. وهذا مذهب أهل المغرب ومن تبعهم من قرى البربر، ولذلك هم أقوام الناس على حفظ القرآن ورسمه وعلومه. هذا رجل ليس مالكيا وليس مغربيا، فهو بعيد كل البعد عن التهمة. وهذا الذي ذكرت لكم هو ما كان عليه الناس. الآن من أراد أن يعرف أحوال الكتاتيب في المغرب، طبع كتاب للدكتور عبد الهادي حميدتو اسمه أدب الكتاب وأدبيات حياة الكتاب وأدبيات المحضرة، وهذا طبعته وزارة الأوقاف في جزئين، يتحدث فيه عن الحياة التي يحياها الطالب في الكتاب القرآني منذ يودعه أبوه أول يوم إلى أن يحذق في القرآن ويتخرج فيه، وتكون تلك الحفلة التي كانوا يسمونها بحفلة سلطان الطلبة. وقد ذكر بعد ذلك أيضا الشيخ عبد الله الجراري الرباطي في كتاب له مطبوع سماه أعلام الفكر المعاصر في العدوتين. هذا الذي ذكر هؤلاء ليس بدعا من طلب العلم، وإنما هو الذي جرى عليه الناس منذ القدم. إمام الحرم عبد الملك بن جريج ذهب إلى عطاء بن أبي رباح، عطاء من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، قال: أتيت عطاء أريد هذا الشأن، يقصد بالشأن الحديث، فقال له: هل حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم اطلب هذا العلم. قال: فذهبت فحفظته ثم ذهبت لأطلب الحديث. أبو العيناء قال: ذهبت إلى الخريبي، هذا أيضا من أعلام الحديث في تلك الأعصر، فوجدت عنده ابن عمير فقال لي: ما أتى بك؟ قلت: أتى بي الحديث. فقال: هل حفظت القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ واتلو عليهم نبأ نوح. قال: فقرأته حتى أنفذت العشر فقبلني. يعني لا يتصور أن طالب العلم يجي يقول لك: أنا طالب علم، ماذا تقرأ؟ تحفظ القرآن؟ لا. تحفظ العربية؟ لا. تحفظ الفقه؟ لا. تحفظ الشعر؟ لا. ايش تحفظ؟
البيقونية. أنت مش طالب علم، أو طالب علم مراجل، مغاربة نقول مراجل. مراجل يعني قدم ما ينبغي تأخيره وتأخر ما ينبغي تقديمه. ثم أنت على مهيع على طريق ليس عليها الناس ولم يكن عليها أحد. ابن خزيمة هذا يلقب إمام الأئمة. ابن خزيمة صاحب ابن خزيمة يلقب إمام الأئمة. قال: استأذنت أبي أن أرحل إلى قتيبة، فقال له أبوه: لا حتى تحفظ القرآن. قال: فحفظت القرآن، ثم جئت فأستأذنه، فقال: حتى تصلي بالختمة في رمضان التراويح. قال: فلما عيدنا انصرفت فوجدت قتيبة قد مات. ولكنه حفظ القرآن، وهذا أولى له من لقاء قتيبة. ابن أبي حاتم تعرفونه، صاحب الجرح والتعديل، هذا مشهور. قال: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى حفظت القرآن. الشافعي رحمه الله قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، ثم حفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. هو الشافعي نشأ يتيما. قال: ولم يكن لأمي مال تعطيه المعلم، فكان يقنع مني أن أخلفه. إذا قام هو الشافعي يجلس وفي موضع المعلم ليستظهر الطلبة. قال: فكان المعلم يقنع مني أن أخلفه، ثم دخلت المسجد فجالست العلماء. الزهري هذا ديوان من دواوين الحديث، بحر من الحديث يمشي على الأرض. كان نشأ في إقلال وفي فقر، ولما كارع من علم أهل المدينة وظن أنه لم يعد فيه مجال للاستزادة، صافي اقنع، رحل إلى الشام حيث كانت دار الخلافة. قال: فدخلت مسجد دمشق قبيل السحر، فأممت حلقة عظيمة وجاه المقصورة. أنا أتعجب من هذا، قبيل السحر في الليل، حلقة عظيمة من الطلبة، هذا ما تنعسوش. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال: فسلمت فسألوني فسألوني فانتسبت لهم، فقالوا: هل لك علم بأمهات الأولاد؟ أم الولد عندنا في الفقه هي الأمة التي يجامعها سيدها فتلد له، هذه تسمى أم ولد. قالوا له: هل لك علم بأمهات الولد؟ فقال: فذكرت لهم حكم عمر بن الخطاب فيها. فقالوا له، هذه الطلبة الآن، قالوا له: هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، أحد العلماء ممن كان يدنيه عبد الملك بن مروان وكان من أهل مشورته. قالوا له: هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، وقد سأله أمير المؤمنين، وكان في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان، عن حكم أمهات الأولاد فلم يجد عنده علما بذلك، وقد سألنا فلم يجد عندنا علما بذلك، فانتظر فهو عن قريب يأتي فأخبره بها. جاء قبيصة سلم عليه الزهري فنسبه فانتسب، وأخبره بقضاء عمر رضي الله عنه في أمهات الأولاد. فقال له قبيصة: أنا أدخلك على أمير المؤمنين تحدثه بذلك. صلوا الصبح، فانطلق قبيصة والزهري حتى أتوا الباب الذي يدخل منه على عبد الملك بن مروان، فبقي الزهري خارجا ودخل قبيصة. بعد هنيهة خرج الحاجب يقول: أين ذلك الفتى القرشي؟ فقام الزهري قال: فدخلت على عبد الملك بن مروان وكان بينه المصحف قد نشره فطواه، وليس في المجلس إلا هو وقبيصة والزهري، ما كاين حد. قال: فسألني عن اسمي فانتسبت له إلى زهرة. قال: وأنا
محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن مسلم بن شهاب بن زهرة إلى آخره. فقال له عبد الملك: أوه قوم نعارون في الفتن. فقال له الزهري: يا أمير المؤمنين عفى الله عما سلف، لأن أبا الزهري كان ممن خرج مع مصعب بن الزبير في تلك الأيام، كان فيها فتن على كل حال. قال: هل لك علم بحكم أمهات الأولاد؟ قال: فحدثته عن سعيد بن المسيب. قال: كيف حال سعيد؟ قال: بخير. فبدأ يسأله عن علماء المدينة. عبد الملك بن مروان كان من فقهاء المدينة قال قبل أن يلي الخلافة، ثم اشتغل بما اشتغل به عن العلم. قال: فبدأ يسألني عن فلان وفلان، ثم استخبرني عنه فحدثته بما قضى به عمر في أمهات الأولاد. قال: فالتفت إلى قبيصة وقال له: يكتب بهذا إلى الأمصار، هذا الحكم يجب أن ينفذ ويكتب إلى الأمصار. الزهري قال في نفسه: لعلني لا أدخل عليه بعد اليوم ولا أجده أخلى منه الساعة. الزهري قال: أنا نشأت ليس اسمي في ديوان، ولا عندي عطاء يخرج من بيت المال، ولا أنا غني، واليوم دخلت على أمير المؤمنين، هذه همزة، وثم هذه فرصة لعلني لا أدخل عليه بعد، وحتى إذا دخلت عليه ربما يكون في المجلس الناس فأستحي أن أسأله حاجتي. فقال الزهري لعبد الملك بن مروان: لو رأى أمير المؤمنين أن يقضي ديني ويفرض لي فعل. فقال له عبد الملك بن مروان: انطلق الآن إلى حاجتك. فطرده، يعني مش طرده ولكنه صرفه. قال الزهري: فخرجت والله آيسا من كل شيء طمعت فيه من المدينة. قال: فلما خرجت جاءني قبيصة وقال لي: ويحك، ما حملك على هذا الذي فعلت من غير مشورة مني؟ قال: ظننت أني لا أدخل عليه بعد اليوم ولا أجده أخلى منه الساعة. فقال له قبيصة: اتبعني. فتبعه إلى أن دخل بيته، فأعطاه قبيصة كذا وكذا من الدنانير، نسيت الآن العدد، وأعطاه 10 أثواب، وأعطاه بغلا أكرمكم الله، وأعطاه عبدا هكذا شبه. قال: وإذا كان من الغد أقبل علي، سأدخلك على أمير المؤمنين فلا تكلمه بشيء وأنا أكفيك. فلما كان من الغد دخل الزهري على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك بن مروان: أحفظت القرآن؟ قال: نعم. قال: بإعرابه ووجوهه وعلله وما ينبغي من معانيه؟ قال: نعم. قال: أتعلمت الفرائض؟ قال: نعم. قال: كم دينك؟ ثم بعد ذلك فرض له، وصار حتى صار الزهري من جلسائه وأثرى، حتى صار من أثرياء العلماء. القضية في سؤاله: أحفظت القرآن؟ أنت عالم وجيتي من مكة وجيتي تحفظ القرآن؟ الوليد بن عبد الملك ابن عبد الملك هذا، الوليد بن عبد الملك جاءه رجل من بني مخزوم. بنو مخزوم هذا قرشي، وعبد الملك والوليد بن عبد الملك هذا مرواني أموي قرشي. هذا المخزومي قام إلى الوليد بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين اقض عني ديني. فقال له: نعم، إن كنت مستوجبا لذلك قضيته عنك. فقال: يا أمير المؤمنين، وكيف لا أكون مستوجبا لذلك مع قرابتي؟ أنا قرشي، كيف لا أستوجب ذلك؟ فقال له الوليد بن عبد الملك: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. وكان بيد الوليد بن عبد الملك قضيب، فقال: ادنو. فدنا منه فرفع بذلك القضيب، رفع عن رأس ذلك المخزومي العمامة، حيد عليه العمامة باش يجي يدق على الرأس، ثم قرعه على رأسه قرعات، وقال لرجل كان في المجلس: ضم هذا إليك ولا يتركك حتى يحفظ القرآن، ديه. فقام آخر فقال: يا أمير المؤمنين اقض ديني. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: نعم.
قال نقضي عنك دينك. يعني هكذا كان الناس. لا يتصور أن تكون عالما ولا تدعي العلم وتطلب العلم وأنت فارغ من القرآن. كيف هذه؟ من الطرائف أحيانا قد يكون في هذا الطرائف. الوليد بن يزيد هذا كان أيضا من خلفاء بني أمية، خرج مرة إلى الحج ومعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. في الطريق تعب الخليفة وأراد أن يستريح شيئا، فنصبت له خيمة وجلس مع عبد الله بن معاوية هذا يلعبان الشطرنج. فدخل رجل من ثقيف استأذن على الخليفة فغطى الخليفة الشطرنج، يعني ويلعب معه مع صفيه ومع نديمه، ولكن لا يحب أن ينتشر في الناس أن الخليفة يعني هذه شوية، فغطى ذاك الشطرنج. فدخل عليه الرجل الثقفي قال له: يا أمير المؤمنين، الصلة، أريد أن تصلني، أريد كذا. فقال له الوليد بن يزيد: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: أتعرف الفقه؟ قال: لا. قال: أرويت شيئا من الشعر؟ قال: لا. قال: أحفظت شيئا من أنساب العرب وأيامها؟ قال: لا. فنزع ذلك الغشاء عن الشطرنج وقال: شاهك بحال يقول ضامة مثلا. عبد الله بن معاوية قال: يا أمير المؤمنين. قال: العب ما معنا أحد لا يعده في الوجود أصلا. أنت ماشي بنادم، أنت ما كاين كاع، ما خلقك الله كاع. هذه القضية تدلكم على ما كان الناس يعتنون به، وأن هذه هي السنة التي ساروا عليها جميعا. هذه الطريق التي كان يسلكها كل طالب علم. لا طريق إلا طريق القرآن. أحدثكم عن هذا إذا فهمناه. نسأل عن وسائل التعلم. كيف يبلغ الإنسان إلى العلم؟ كيف يصله؟ كيف يسلك إليه؟ بسببين وطريقين ووسيلتين: الحفظ والعمل. الرحبي تعرفونه، هذا صاحب الرحبية في الفرائض، يقول: فاحفظ فكل حافظ إمام. قال ابن الجزري في طيبته المعروفة: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. ماشي بما يقرأه، ماشي بما يسمعه في الأشرطة، بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. أو الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يكتب للنبي يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. البقرة وآل عمران شحال من حزب؟ 7 أحزاب، 8 وشي حاجة، لأن 9 هو في النساء. 8 الحزاب، 9 تساهلوا معه، 9 الحزاب يكون فيهم عظيما، وترك 51 حزب ما حافظهمش ويعد فيهم عظيما. ونحن ماذا نصنع بالحامل 60 حزبا؟ أنا سمعت الحق، ما رأيت، ولو رأيت لما تركت ذلك، ولكنني سمعت الإنسان يذهب إلى الجامعة الفلانية أو البلدة الفلانية، يدرس فيها 4 سنوات، ويأتي فيعظمه الناس ويرفعونه وهو ليس بحافظ القرآن، ويأتي الحافظ القرآن ويؤخرونه ويحتقرونه. هذاك غطالب، وهذا عنده قراف هنا. ايش هذه الموازين بالمقلوب؟ البقرة والعمران يعد فيهم عظيما،
لماذا نقول الحفظ؟ كانوا العلماء في المغرب يتنافسون مع العلماء في بعض بلاد المشرق، لا أعينها باش ما في المغرب كان الناس، طبعا هذا نتحدث عن دهر مضى، ما لا المشرق ولا المغرب الآن فيه ما يفرح. كان الناس في المغرب عندنا يحفظون. الآن مثلا تعرفون أن الشمال الإفريقي كله مالكية، ومصر أيضا كان فيها المالكية. الأزهر كانت تدرس فيه المذاهب الأربعة، لأن المذهب الحنبلي كان قليلا جدا في المصريين، ويعني تدريسه حتى تدريسه فهو قليل في الأزهر. ولكن المذاهب الثلاثة، الشافعية والمالكية المذهب الشافعي والحنفي والمالكي، هذه مذاهب كثيرة إلى الآن ما زلت تجد في الأزهر رواق المالكية، يعني الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه ويدرسوا فيه. الآن الكتاب الفقهي الذي يدرسه المالكية في أصقاع الأرض هو مختصر الشيخ خليل رحمه الله. مختصر الشيخ خليل يدرس بشروح المغاربة والمصريين، وتلك الشروح التي شرح بها المصريون مختصر الشيخ خليل لا بد من تنقيحة المغاربة عليها حتى تدرس إلى الآن، حتى في مصر، حتى في موريتانيا، حتى في المغرب كانوا حفاظا. إخواننا في المشرق كان فيهم الحفظ طبعا، ولكن كان كثير منهم لا يحفظ، إنما يعتمدون على الكتب وعلى السماعات وعلى التدوين. لكن ما الذي يقع عندما نكون في المجلس والأضواء موجودة والنور موجود؟ الكل عالي، ولكن إذا مشى الضوء. لذلك كانوا يقولون استودع العلم قرطاسا فضيعه. ابن لهيعة تعرفونه، هذا كان من علماء الحديث ومن الرواة ومن كذا، لكن يقول اختلط. الأحاديث التي رواها في أول عمره أحاديث صحيحة، والأحاديث التي رواها في آخر عمره أحاديث يتردد النقاد فيها، منهم من يقول حسنة ومنهم من يقول ضعيفة. لكن ما السبب؟ لأن كانت عندهم مكتبة احترقت، فبعد احتراق هو لما كانت عنده المكتبة كان يحدث من كتابه، ولكن لما احترقت المكتبة شرع يحدث من حفظه، أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ. فهذه القضية. هذا قال استودع العلم قرطاسا، ضاع القرطاس ضاع العالم. احنا كان عندنا في مراكش شاعر مشهور بشاعر الحمراء، وهذا كان شاعرا فيه مجون وفيه، لدرجة أنه هجا نفسه حتى قال مرة رحمة الله عليه، قال فلا عيشة ترضي ولا كسب طاعة، فلا كثر الرحمن في خلقه مثلي. هذا أراد أن يجيز عالما من علماء العربية الكبار، مات رحمة الله عليه الشيخ السيد أحمد الشرقاوي إقبال. هذا كان عالما عظيما في العربية وفي الأدب. الكتب التي كان يحفظها لا نستطيع أن نقرأها، وكان يحفظها على أطراف أصابعه. أراد أن يجيزه لأنه هذا شاعر الحمراء الشيخ بن إبراهيم، هذا كان يعني عالما فقيها ممن درس في مسجد بن يوسف. كان هذه مسجد بن يوسف كالقرويين في بفاس، وكان له إجازة في قراءة السبع وإلى آخره. فأراد أن يجيز الشيخ أحمد الشرقاوي يقبل، وكان تلميذا له. الشيخ أحمد الشرقاوي أعطاه صورة الإجازة ليكتبها ويطبع الشيخ عليها، يعني بخاتمه يختم عليها. ماذا وقع؟ الذي وقع أن الشيخ أحمد الشرقاوي ضيع ذلك الكتاب الذي فيه الأسانيد وفيه الإجازات، ضيعه فما وجده. فقال له الشاعر بن إبراهيم أردت أن أصيرك عالما فصيرتني جاهلا. ضيعت لي الأسانيد ديالي. فلذلك تجدون أنهم كانوا يحثون على الحفظ. طبعا المحدثون من درس المصطلح منكم هم يجعلون الحفظ قسمين، حفظ ضبط صدر وضبط كتاب، وكل مقبول، لكن ضبط الصدر هذا هو الذي يجعل لك الشفوف والتمييز على الأقران، هذا هو الذي يعظمك في النفوس، وهذا هو الذي يبقى معك. لا تخاف عليه فأرا، ولا تخاف عليه نارا، ولا تخاف عليه ماء، ولا تخاف عليه شيء، لا معك. تعرفون كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه، أنا جنتي وبستاني في صدري، مشى مع. وهذا قالها الشافعي، قال علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي.
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. واحد قال: إذا ما غدت طلابة العلم ما لها من العلم إلا ما يدون في الكتب، غدوت بتشمير وجد عليهم، فمحبرتي أذني ودفترها قلبي. هذا المراد. ابن حزم هذا كاد أن يقلب الأندلس. الأندلس هذو مالكية معروفون، كاد يقلب ابن حزمية أندلس يصيرها ظاهرية، كان لا يقوم له أحد، حتى جاء أبو الوليد الباجي راجع من المشرق بعلوم عقلية، هو الذي انتصف من ابن حزم وبرد أجواف المالكية عليه. وقد صنفت مناظرات أبي الوليد الباجي وابن حزم، ولكن هذا الجزء لم نقف عليه. لكن ابن حزم يعني هو طلب العلم على كبر. ابن حزم كان وزيرا وكان ابن وزير، والأثرياء غالبا، لا أقول دائما، ولكن غالبا العلم لا يكون في أسر الأثرياء لأنهم مشغولون، ويكون في أبناء الفقراء لأنهم لا يشغلهم شيء، إما تقرأ ولا خرج واش دير. هو يقول: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدءة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. يعني هذه الأبيات لها قصة. أنا قلت لكم ابن حزم فتن الناس في الأندلس، وفي ذلك الوقت صار الفقهاء بدأ يظهروا يعني الجمود على الفقه، على الفروع، من غير إدراك لما بنيت عليه تلك الفروع. ابن حزم طلب العلم على كبر، سبب طلبه العلم أنه دخل مرة المسجد ليصلى على جنازة، فدخل فجلس، فضربه مؤدبه وقال: قم فصل ركعتين. عجلس، فقام فصلى ثم جلس. ثم مضت أيام، فدخل المسجد مرة أخرى ليصلى على جنازة، وكان في وقت الكراهة، ومذهب المالكية أنه لا تصلى تحية المسجد في وقت الكراهة. فدخل فأراد أن يصلي، يعني المرة الأولى ضربه باش يصلي، فأراد أن يصلي فضربه مؤدبه، قال: اجلس، ليس هذا وقت الصلاة. فحصل له خزي، فقال لمؤدبه: دلني على بيت الفقيه. فطلب العلم حتى صار لا يقوم له أحد في الأندلس كلها، وحار معه العلماء فما قدروا عليه، فاستعدوا عليه الأمراء فطردوه، ومات طريدا في بادية من بوادي الأندلس، وأحرقوا كتبه. ابن حزم كان له كتب كثيرة، الآن لم يصلنا من كتبه إلى المحلى إلا الفيصل وإلا الأخلاق والسير، كتاب الأنساب، وهذا في جنب ما أحرق، هذا شيء قليل. وذلك قال: هو لما حرقوه، يعني حرقتوه شيء حاجة ما قدرته، فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري. كدروا له: يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد. قضيتها زعما. وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا، رجعوا تقرأوا، رجعوا للكتاب، وإلا فعودوا للمكاتب بدءة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. ولذلك كانوا يستغربون من الذي يجمع الكتب ولا يحفظها. وأنا دائما أقول للطلبة: علامة طالب العلم الجاد، طبعا بعد حفظ القرآن العظيم، أنك تجد في يده دائما كتابا واحد كتاب. هذا الكتاب صب عليه الشاي والقهوة والماء وطوية من أطرافه، والورق عنده تقطع من واحد جهة. هذا دليل على أن ذلك الرجل طالب جاد، لأنه لا يترك ذلك الكتاب حتى يحفظه ويتقنه ويمر إلى غيره.
أما الطالب اللي تشوفوا اليوم داير 2 كتوبة وغدا 2 كتوبة آخرين وواحد الكتاب، هذا لا يفلح أبدا، لا يفلح. هذه أمارات. وهذا قال واحد بن بشير كان ممن كان مغرما بجمع الكتب، فقال: أما لو أعي كلما أجمع، أما لو أعي كلما أسمع، وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المسقع. ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع. اسمع النحو عجبو بغاه، اسمع الفقه عجبو بغاه، اسمع القراءة عجبو بغاه، اسمع الحديث عجبو بغاه، شري دابا هذا اقرا شوية، وشري هذا واقرا شوية. ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا من جمعه أشبع. وأحصار بالعي في مجلس يصيبني الحصر. الله أسأل لا أدري ما أقول. وأحصر بالعي في مجلس، وعلمي في البيت مستودع. ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. يقول قائل: أنا كبرت، هذا الشيء الذي تقول طيب ويشوقنا، ولكن أنا ظهر الشيب في شعر حاجبي، ماشي غير في شعر لحيتي، صافي كبرت. أقول له: سئل أبو شروان: هل يجمل بالشيخ أن يتعلم؟ فأجاب: إن كان يقباح، إن كانت الجهالة تقبح منه، فالعلم يجمل به. فقيل له: ما حد العلم؟ ما السن الذي إذا بلغه الإنسان لا يطلب العلم بعد ذلك؟ فقال: حد العلم حد الموت. الوقت الذي لا يصلح أن تتعلم فيه هو الوقت الذي تغسل وتكفن. ابن مالك صاحب الألفية تعرفونه: في اليوم الذي قبض الله فيه نفسه وقع على بيت من الشعر فيه شاهد من شواهد اللغة العربية، شاهد على قاعدة من القواعد، فكان يحفظه في اليوم الذي مات فيه. شيء ما عنده حد. قد يقول قائل: لا، نحن سيدي قرينا حاجة أخرى. نجد في بعض الكتب مثلا أن فيلسوفا رأى إنسانا يريد أن يعلم شيخا، فقال له ذلك الفيلسوف: ومن التعب رياضة الهرم. واش الهرم؟ ما قدر التينوض ولا جي دير الرياضة. قال أحدهم: كبر الكبير عن الأدب. هذا يجاب بقول ربنا سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسره ربنا لعباده. بل متى الصحابة كلهم كانوا كيسلموا عندهم 12 عام و13 عام و7 سنين، واللي يسلم يلا عنده 40 عام يقول لي: سير انت قاعد تحفظ القرآن وصلتي 40 عام. 40 عام بسم الله تحفظ القرآن. وهذه القضية الناس يهملونها. أنا تحدثت قبل قليل مع بعض الإخوة وتحدثت معهم كذلك في فرنسا، يقولون لي: إنسان يسلم، الفتيان بعض الفرنسيين أو بعض الألمان أو كذا يسلم، وإذا أسلم هو حديث عهد بالإسلام كالحديث عهد بالالتزام، يكون فيه الحرارة ويكون فيه يظن أنه سيخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا. قال: هذا واحد يحدثني في مسجد ستراسبورغ، قال: يأتينا الفرنسي فيسلم فيجلس عندنا 5 شهور 6 شهور فيجدنا باردين، خصو شي مسجد واحد آخر يكون فيه الصهد والسخونية. قلت له: سبحان الله، هذا الذي يسلم يعني أسلم، طيب الحمد لله أسلمت يا سيدي، هنيئا لك، تقبل الله ينفعك بهذا الإسلام، ثم ماذا؟ يعني هل القضية هي أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يلا نعمر وتاي، ثم ماذا؟ سلمتي بسم الله، يلا سيدي جلس تحفظ القرآن. حنا ما عندنا كاع شي واحد يسلم ويحفظ القرآن، سلمتي تحفظ القرآن. ذلك الحر وذلك
يعني الهمة اللي عنده، السخونية اللي عنده، أجي سيدي بردها في كتاب الله. ما عند لا سلمتي كاع. بعض شيوخنا كان يمزح فيقول حنا زعما تنفرحوا بهاد الفرنساويين يسلموا، لا اش بغيناهم كاع، احنا عندنا كثار المسلمين، لا بغاو كاع ينقصوا لنا شي حاجه يديوها معاهم. ماذا هذا الاسلام؟ ما يعني ما قيمتك المضافه؟ تكثير العدد، مليار حنا و400 مليون، واش قضينا؟ سلمتي زيد كيف حركه بك وزيد تحفظ القران. ما بغيتي تحفظ القران، ما عندنا ما نديروا بك كاع، زدتينا الهم، خصنا نبداو نفكروا لك. قلت لهم انتم ماذا تصنعون؟ أنتم يعني أين ضلت أحلامكم؟ أين غابت عنكم عقولكم؟ ماذا تضيع الوقت؟ أنا من الغرائب، من العجائب، يقول لك أنا في فرنسا ولا في ألمانيا ما خدام، لا ما خدامش، ولكن عندي الشوماج وعندي الدراري وعندي كذا، يعني عندك فلوس وما خدامش، واش تدير؟ ما عرفتش تدير، يعني فاش تدوز النهار؟ ماذا تصنع طيلة يومك؟ ماذا تصنع؟ احفظ القرآن، يحفظ القرآن. يعني الشراف مطلوب أن تحوي كتاب الله بين جنبيك. كانوا يقولون من جمع القرآن بين جنبيه فقد جمع النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. هل تعلمون ماذا كان يقع في الكون لتنزل آية واحدة من رب العالمين إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الملكوت كله تيتزعزع، حتى إذا فزع الملائكة يعني يخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم الفزع والخلعة كل شيء. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير. وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، البرد 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 البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم عرق 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 من شدة ما يعانيه من نزول الوحي عليه. ومرة كان هذاك الصحابي الذي ركبته تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي عليه فقال، بدأت الركبة ديال النبي صلى الله عليه وسلم تثقل على ركبة الصحابي حتى قال حتى كادت ركبته ترد ركبتي، تفرتها وركت عليها بحال طراكس داز فوق ركبته. من أليس الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ثقيل آية واحدة، يعني الكون كله يحس بها، ينفعل معها، وانت تركها. ويقال لي، قال لي قبل قليل واحد، قد تجد أحدنا لا يقرأ القرآن في العام الواحد، لا يتذكره حتى يجي رمضان، ورمضان الأسبوع الأول اليوم شحال قريت انت؟ 6 الحزاب وانت 5 وانا 4، اليوم انا قريت 7 8. الاسبوع الاول قريت، ما اليوم كنت مشغول شويه، هاني غادي صافي مشى داك الشيء. طيب هذا قبيح من عوام المسلمين، طلبة العلم ما عندوش ورد من القرآن، هذا كيف هذا؟ طبعا طالب علم اللي حافظ القرآن، اللي ما حافظ القرآن أنا لا أعده طالب علم هذا، يعني هو يتوهم أنه طالب، ولكن الوهم راه حصل فيه غير هو. نحن لا نتوهم أنه طالب، نحن ندرك إدراكا جازما أنه ليس بشيء. صاحب المنفرجة هذا، المنفرجة هذه واحد القصيدة يقرأها المغاربة وبعضهم يقرأها في المساجد. عنده واحد البيت قصيدة جميلة جدا: اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، وسحائب مولانا جمل لسروح الأنفس والمهج، إلى آخره. يقول في بيت من أبياتها: وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج. هذا الشاعر هذا عنده الناس قسمان: الهداة العلماء والطلبة، والهمج. وهذا من أين أتى به؟ من قول علي رضي الله عنه للكميل بن زياد: الناس 3، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فانظر لنفسك في أي المواضيع تريد أن تحط أنت. فإذا القضية لا يقول الإنسان إني كبير
لأن كل وقت صالح لأن تبدأ فيه، ولا سيما كتاب الله. حتى إذا أتتك منيتك ولم تختم فقد أتتك منيتك وأنت سائر في حفظ كتاب الله. وإن الله سبحانه لا يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه. الوسيلة الثانية هي العمل. الشعبي ووكيع بن الجراح قالوا: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وأنتم تعلمون أن من حفظ شيئا من القرآن فقام به في الليل وصلى به في الفرائض والنوافل هذا لا يتفلت منه. المتقدمون كانوا يتعلمون العلم للعمل، ولم يكونوا يتعلمون العلم للاستكثار منه، للعمل. من الكلمات التي كان يقولها الإمام مالك رحمه الله هي كلمة عجيبة جدا. كان يقول: تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس. لم يتعلم العلم ليجلس ويدرس ويفتي ويقال فيه الشيخ فلان والشيخ علتان والشيخ. تعلم العلم ليعرف كيف يعبد الله. وكذلك كان الناس. كان كل من يتعلم إنما يتعلم لنفسه. ما فنيته هو أنه سيجلس إلى الناس ويشرح لهم الموطأ ويفعل ويترك وكذا. ما فنيته قاعد. تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. ابن الونان ابن الوردي قصيدته التي تعرفونها: يعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل اللهو وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. يقول فيها: وصلاح وجمال العلم إصلاح العمل. هذا جمال العلم. ما جماله؟ ما فائدته؟ ما ثمرته؟ إصلاح العمل. ولا صاحب الشمقمقية، هذا أديب من أدباء المغرب، كان في عهد السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله رحمة الله على الجميع. كان يقول في قصيدة مشهورة اسمها لقبت ب يعني نسبت إليه فسميت بالشمقمقية نسبة إلى ابن الشمقمق. يقول: وحصل العلم وزنه بالتقى. العمل. وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغرقي، وليك قلبك له أفرغ من حجام سبط ومن لم يعشق، ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملاهي طلقي. لا تكن كقوم موسى آتاهم الله المن والسلوى فقالوا نريد البصل والثوم والعدس. أعطاهم العسل وأعطاهم ذاك الحمام المشوي، قال لا بغينا الثوم وبغينا البصلة خذوها. فلا تكن كقوم موسى. لا تترك الاشتغال بالعلم للاشتغال بشيء آخر، فإن العلم هو المن والسلوى وغيره هو البصل والكراث. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب هو ما قاله أبو إسحاق الألبيري الأندلسي لابنه في تائيته المشهورة وهو يعظه وينصحه. يقول: أبا بكر، هذا اسم ابنه: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت. إلى أن يقول: فإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فما عملت. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذا الذي أحببت أن أحدثكم عنه في هذه الكلمة. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.